تعالوا النهارده هنجرب الاندومي الكوري الحار، بس اللي هو الاندومي الوردي ده. طبعا انا شفت ريفيوهات عنه، في ناس كتيره قالت انه طعمه حلو، وانا اول مره دلوقتي هجرب معاكم النودلز الوردي. تعالوا نشوف هو مكتوب عليه ايه، لو فهمنا اصلا هو مكتوب عليه ايه. ده ب 50 جنيه او 60 جنيه تقريبا، مش فاكره. تعالوا نشوف مكتوب عليه ايه. عليه هوت تشيكن فليفر رامن، يعني نكهه الدجاج الحار. بس شكله بصراحه مغري جدا، اللون البينك ده كيوت جدا. فتعالوا نفتحه كده ونشوف هيبقى طعمه حلو ولا وحش. وعايزه اقول لكم على سر ان انا اصلا بجيب الصوص الكوري اللي هو الاحمر اللي هو الاكس 2 وبحبه جدا وبستخدمه مع النودلز المصري العادي. فاول مره هجرب معاكم دلوقتي النودلز الوردي الكوري. هجيب الطبق الاول، هجيب لكم طبق ابيض عشان نشوف اللون بتاعه يبقى عامل ازاي. واو شكله حلو قوي. شكله عامل ازاي، مدور كده. بس كمان النودلز هنا شكلها مختلف عن النودلز المصري اللي هي عندنا اصلا. فهنا شويه تخينه شويه. يلا بقى نحطها ونشوف. تعالوا نشوف بقيه المكونات. معاها الكيس الكيوت ده برضو لونه وردي، تقريبا ده بودر. تقريبا ده بودر. وكمان معاها الصوص الكوري الحار نور. يعني لو الناس ما بتحبش الصوص الكوري الحار فممكن تحطي البودر ده بس وتحطي الميه. يلا نحط بقى المكونات، هوريكم انا هسويها ازاي. تعالوا نحط بقى الميه السخنه ونغطيها. هغطيها لحد ما تستوي. استنوني لما تستوي هرجع لكم. اقول لكم على حاجه، اي منتج صيني او كوري بيجي لنا مصر بيبقى مكتوب عليه حلال، فاهمين؟ فعشان عارفين ان هي الحاجات دي هتروح دول عربيه، فاحلى حاجه مكتوب بصوا حلال. هرجع لكم لما تستوي. دلوقتي عدى شويه من الوقت، تعالوا بقى نفتحه ونشوف هنعمل فيه ايه. يعني على ما اظن كده انه استوى. هفضي الميه وارجع لكم. ده شكله بعد ما فضيت الميه، سخن مولع. انا سبت نقطه ميه كده علشان خاطر البودر يدوب في شويه ميه. الكواليتي بتاعت الاندومي او النودلز مختلفه جدا عن الاندومي اللي عندنا في مصر اللي ب4 جنيه او 5 جنيه. الغالي تمنه فيه. فضي بقى كيس البودر البينك كيوت ده اشم ريحته فيها بصل بودر. تعالوا يلا نحطها. حاجات خضرا صغيره كده، احتمال تكون بقدونس. شويه صوص كوري، طبعا انا مش هحطه كله. الصوص ده غالي جدا، هقول لكم في اخر الفيديو. الصوص ده انا بشتريه بكام لوحده بس. فالصوص ده تاخدي اللي انت عاوزاه منه في الطبق اللي انت هتاكليه وشيلي الباقي في التلاجة. هتصدمي من السعر لما هقوله لك في اخر الفيديو عامل ازاي. نحط شويه صوص كده صغننين. اوه ماي جاد. بص انا هحط حبه صغيرين دلوقتي، وبعد كده لو حسيت ان انا مش حاسه بطعم الشطه، بس ده اكيد غلط يعني، اكيد هحس بيه، هبقى احط تاني. فدلوقتي بصوا هنقلب بقى. ما يغركوش النقطه دي هتقلب احمر دلوقتي. ريحته بحبها قوي، ريحه الصوص الكوري ده بموت فيه. بس الطعم ده زي ما قلت لكم اول مره ادوقه معاكم، فانا متحمسه جدا. شايفين شكله؟ عايزه اوريكم شكله. شايفين الحاجات الخضراء النقط دي؟ تقريبا بقدونس. هندوق. هاخد واحده كمان عشان اوصف لكم الطعم. عايزه اقول لكم ان الشطه بتاعته تحتمل، مش زي الاكس 2 والاكس 3 خالص. لا الشطه بتاعته تحتمل جدا. وكمان انا مش حاطه كتير، يعني لو حطيتي تقريبا الكيس كله هتبقى الشطه عاليه، بس اللي هو مش زي الاحمر اللي هو الاندومي الكوري اللي هو الاكس 2 الاحمر اللي بيولع ده وبتقعدي ساعه بعدين انت بقك مولع. لا ده الشطه بتاعته تحتمل. اعمل الفليفر بتاعه اللي هو اللي كاتبين عليه ان هو هوت تشيكن وكده، حاساها ضعيفه قوي، مش الواو يعني اللي هو بقى حاجه شدتني. لا ان نكهه البقدونس دي عامله زي، عارفين الشبت والبقدونس؟ حاسه ان هو ده شبت وبقدونس، مش عارفه ازاي. بس فعلا البقدونس مش لذيذ مش ماشي مع النودلز. انتوا متخيلين حاطين على النودلز بقدونس؟ فلا انا مش متخيلاه بصراحه. ده هقيمه 7/10. عن نفسي بحب اللي هو الاحمر اللي هو الاكس 2. البنات لما داقوا الاندومي الكوري الوردي ده قالوا واو خطير وجميل وكده. يبقى هما كده شكلهم ما داقوش اصلا النودلز اللي هي الحاره الفظيعه الحمراء اللي هي الاكس 2 والاكس 3. ما داقوش الصوص بتاع الصوص ده، الصوص الكوري ده ماشي. ده بقى اللي فعلا طعمه واو يا جماعه، خطير جدا. مع انه بجد يعني حر نار بطريقه لا تحتمل. ولازم تشربي جنبه مثلا زبادو بالفراوله، حاجه مسكره يعني. وبس انا بصراحه بحبه، بس ما بحطش بقى كميه كبيره، يعني بحط على قد ما انا استحمل. ان شاء الله هجرب معاكم انواع تانية من النودلز او الرامن الكوري. فاستنوني في فيديوهات جديده وقولوا لي رايكم. لو انتوا جربتوا الرامن الوردي ده قولوا لي رايكم عجبكم ولا لا. استنوني في فيديوهات جديده وباي باي. متنسوش تحطوا لايك. باي.